موسيقى افتتاحية ثم تتلاشى. طب عمرك حسيت بتنميل أو وخز أو حرقان كده في إيدك أو في رجلك؟ لو بتعاني من وجع في الأعصاب ومش بيروح بسهولة يبقى الشرح ده عشانك. ممكن قوي يكون الحل في قرص صغير اسمه ميلجا أدفانسد. النهاردة بقى هنشرح كل حاجة محتاج تعرف عنه ببساطة ومن الآخر. طيب خلينا نبدأ بأول سؤال، إيه هو ميلجا أدفانسد ده بالظبط؟ ميلجا أدفانس هو مقوي للأعصاب، بس استنى، هو مش مجرد فيتامينات عادية وخلاص، لا دي تركيبة متخصصة وقوية جدا من فيتامينات ب وبتركيزات عالية معمولة مخصوص عشان صحة الأعصاب. النقطة المهمة بقى إزاي بيشتغل؟ السر كله في 3 أبطال أساسيين موجودين جواه. الأبطال دول هم فيتامين بي 1 وفي صورة مميزة اسمها بنفوتيامين، وفيتامين بي 6 وفيتامين بي 12. كل واحد من ال3 دول له دور مهم جدا. بس القوة الحقيقية بتظهر لما بيشتغلوا مع بعض كفريق واحد، بيغذوا العصب ويقللوا أي التهاب حاصل. والأهم من كل ده إنهم بيساعدوا في إصلاح أي تلف حصل في الأعصاب نفسها. طيب ممكن حد يسأل إيه الفرق بينه وبين ميلجا العادي؟ بص ببساطة كده، ميلجا أدفانسد هو النسخة الأقوى، تركيز الفيتامينات فيه أعلى وده بيخليه مناسب أكتر للحالات اللي وجع الأعصاب فيها بيكون شديد شوية. طيب نيجي بقى للحالات اللي بيستخدم فيها ميلجا أدفانس، إمتى الدكتور ممكن يكتبه؟ بيتاخد في حالات كتير زي التهاب الأعصاب، التنميل والوخز اللي بيحصل في الإيدين والرجلين، آلام الأعصاب بشكل عام، وخصوصاً اعتلال الأعصاب عند مرضى السكر. ده غير طبعاً لو في نقص في فيتامين ب أو ضعف في الأعصاب بسبب الإجهاد والضغط العصبي. وصلنا لجزء مهم جدا جدا وهو الجرعة وإزاي نستخدمه صح. بص، الجرعة المعتادة في الغالب بتكون قرص واحد، مرة أو مرتين في اليوم، والأحسن يتاخد بعد الأكل عشان يبقى خفيف على المعدة. لكن خد بالك من حاجة مهمة قوي، النقطة دي لازم تبقى واضحة. الجرعة ممكن تختلف تماماً من شخص للتاني على حسب حالته، عشان كده لازم استخدامه يكون تحت إشراف دكتور هو اللي يحدد الجرعة المناسبة ليك بالظبط. وزي أي دواء في الدنيا لازم نبقى عارفين إيه الأعراض الجانبية المحتملة ومين بالظبط اللي المفروض ما ياخدوش أو ياخد باله وهو بياخده. الخبر كويس إن ميلك أدفانس في الغالب آمن، أعراضه الجانبية نادرة ولو حصلت بتبقى حاجات بسيطة زي غثيان خفيف أو شوية لخبطة في المعدة. بس مهم نعرف إن استخدامه لفترات طويلة وبجرعات عالية لازم يكون بمتابعة مع الدكتور. أما مين اللي ما ينفعش ياخده؟ فأكيد أي حد عنده حساسية من مكوناته أو من فيتامينات بي عموماً. وبالنسبة للحوامل والمرضعات والأطفال، القاعدة واضحة، ممنوع ياخدوه من نفسهم، لازم يستشيروا الدكتور الأول. ودي بقى أهم نصيحة في الشرح ده كله، الخلاصة أو الزيتونة اللي لازم تطلع بيها. ميلجا أدفانس بيساعد الأعصاب وبيريحها، لكنه مش بيعالج سبب المشكلة من جذورها. يعني لو في سبب تاني هو اللي عامل ألم الأعصاب ده، ميلجا لوحده مش كفاية. لازم نعرف إيه هو أصل المشكلة دي ونتابع مع دكتور عشان العلاج يبقى صح ومتكامل. فالخلاصة، وجع الأعصاب ده مش حاجة بسيطة أو ينفع نتجاهلها، وميلجا أدفانس ممكن يكون أداة مساعدة قوية جدا في خطة العلاج. بس دايما خليك في الأمان واستخدمه تحت إشراف متخصص. لو في أدوية تانية للأعصاب حابين نعمل عنها شرح مقارن زي ده، اكتبوا لنا في التعليقات تحت. وعشان توصلكم كل الشروحات الطبية المبسطة اللي جاية، ما تنسوش تتابعوا القناة. أشوفكم على خير في الشرح الجاي.